السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي المتابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض الوصفة الحلوة قوي دي، الكنافة بالكريمة، نفس طريقة المحلات واحلى. يعني حاجة كده ما شاء الله. هتشوفوا اقول لكم على كل التركات اللي تخليها تطلع معاكم لونها حلو كده قوي، وكمان مقرمشة من بره وشاربة الشربات بتاعها حلو قوي. يعني ما شاء الله زي العسل. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. بس معلش انا اسفه على الجزء المكسور فيها ده، لان هي اتكسرت مني وانا بقلبها على صينيه. لان انا قلبتها على صينيه اصغر منها، فخلي بالك من الخطوه دي، ان انت تقلبيها على صينيه قد الصينيه او حاجه اكبر عشان ما يحصلش معاكوا زيي. شايفينها ما شاء الله حاجه كده زي العسل، والكريمه جواها طريه وجميله. اول حاجه هنعملها بقى الشربات بتاعنا عشان يكون يبرد على ما الكنافه نخلصها. هنحط كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه. لازما طبعا الشربات يكون بارد والكنافة تكون مثلا سخنة، او الكنافة سخنة والشربات يعني، او الشربات سخن والكنافة باردة. ما ينفعش الاتنين يكونوا ساخنين، الوصفة هتبوظ منك. حطيتهم على النار، واول ما الشربات غلي حطيت نص ليمونة وخلاص. طفيت عليه وحطيت كيس الفانيليا في الاخر. بعد ما بنطفي بنحط الفانيليا عشان ريحتها ما تطرش. تمام. قعد على النار حوالي 5 دقايق بالظبط. طبعا زي ما قلت لكم قوام الشربات بيكون متوسط، ما بيكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي. ومعايا هنا نص كيلو من الكنافة. بتجيبيه وتكوني حاطاه بقى في الفريزر من قبلها بيوم او بيومين عشان تكون جامدة معاكي كده وتعرفي تكسريها بالشكل ده. هنكسرها كويس بقى، ويفضل ان احنا نكسرها بايدينا افضل، لان الكبة هتنعمها قوي، واحنا عايزينها تكون مشعرة شوية كده زي كأنها ايه صبحة وطازة. انا كسرتها اهي خالص، وهجيب لها معلقتين سكر بودرة وهلدعكها كويس بيهم اهو كده. نقلبها كويس قوي في السكر البودرة، وبعدين هجيب لها كوباية من السمنة. الاول دهنت الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها، ندهنها دهنة كويسة قوي من تحت، لان احنا الوش ده اللي هتبقى الكنافة عليه في الاخر هنقلبها، فلازم نشبع الصينية من تحت كويس. هنقلب بقى الكنافة كده في السمنة، نحاول ان احنا نغلفها كلها في السمنة بقى. طبعا كنافة يبقى سمنة بلدي، بس لو مش متوفرة ممكن تحطي سمنة بلدي على سمنة عادية زي ما انا عملت. يعني مش شرط تبقى السمنة كلها بلدي، بس ريحتها بتبقى زهرة برضو، بتبقى جميلة قوي ومحلية الكنافة طبعا. هسيبها بقى على جنب كده واغطيها عشان ما تنشفش معايا. وهنعمل الكريمة بتاعتنا كوبايتين ونص من الحليب، عليهم 4 معالق كبار من النشا. تمام. مش هحط سكر ولا حاجة عشان طبعا احنا هنسقيها بالشربات في الاخر. وهنقلبهم على البارد وبعدين نرفعهم على النار اهو كده، وايدينا فيها ما نشيلش ايدينا عشان ما يكلكعش مننا. هنتنينا نقلب لحد ما نحس ان القوام ابتدى يتقل. هننزل بمعلقتين من القشطة. ممكن لو قشطة وش اللبن المتوفر عندك عادي قوي تحطيه اهو كده. بتخلي لنا الطعم كريمي قوي وجميل، وفعلا بيبقى طعم القشطة. خلاص هي استوت معايا. نزلت بكيس من الفانيليا عشان يديها نكهة حلوة كده بس. وهطفي النار لان انا كده خلاص القوام بتاعي، يعني القوام ده هو المظبوط. لسه انا هسيبها على ما اظبط الكنافة في الصينية اهي. سبتها على جنب بقى، وجبت بقى الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها، اللي انا دهنتها دهنة سمنة كويسة قوي من تحت. وهبتدي اعمل الكنافة فيها بقى كده، افردها كويس قوي. وهعمل من الجنب كده حافة عالية، بحيث ان انا لما احط القشطة ما تطلعش من الجناب. لما احط الكريمة اسفة، هي عادي نقول كنافة بالقشطة كنافة بالكريمة، الاتنين واحد. هي بصراحة يعني زي العسل. ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم ناجحة واحلى من دي كمان اهو كده. هبتدي بقى احط الجزء التاني من الكنافة. هرصه كده بالراحة. طبعا نكون مسخنين الفرن بقى، وهندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 او 200 وعلى الشبكة، عشان نضمن ان هي استوت كويس قوي وما تاخدش لون معانا وهي تكون لسه ما استوتش. واول ما بتستوي من تحت والحروف تحمر كده من الجناب، بنقد لها الشواية من فوق ان هي تاخد لون من فوق ذهبي كده وحلو. تمام.
انا بسويها اهو كده بالراحه، ما نتكش قوي عشان الكريمه ما تطلعش مننا، احنا بنتك بالراحه. انا دخلتها الفرن زي ما قلت لكم وطلعت معايا هي جميله. بسقيها بقى من كل ناحيه عشان اضمن ان هي شربت الشربات كويس قوي. انا بحط اهي نص كميه الشربات على الناحيه دي وهقلبها وهحط على الناحيه التانية. طبعا الجزء ده كده مش مظبوط قوي زي الناحيه التانية اللي هي تحت، اللي احنا سويناها كويس قوي عشان ما كانش لسه فيها كريمه. انا سبت شويه شربات وقلبتها اهو، وبعدين ضفت لها بقيت كمية الشربات اللي باقية واتكسرت مني وانا بقلبها، فخلي بالكم من النقطة دي. بس بصراحة كانت زي العسل وعايزة تتاكل وهي سخنة كده، حاجة كده ما شاء الله. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.